فضايح بالجملة. خروج مذل لنادي الزمالك والخروج من البطولة السادسة. استنوني هقول لكم كل التفاصيل. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أعزائي المستمعين، أطاب الله مساءكم. ما تنسوش عشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. بعد خروج مرتضى منصور بالأمس، خروج نادي الزمالك بهزيمة مذلة 3-0 من البنك الأهلي في 7 دقايق، والخروج من البطولة السادسة. شفت المباراة ازاي يا أستاذ حسام؟ ويا ريت تقول لي كل التفاصيل بما يرضي الله. رمضان كريم عليك يا حاج اشرف، الله أكبر. وعلى قناتك وعلى الوطن العربي كله. الله اكبر. انت قلت عنوان خروج. يشد الكون كله. خروج مذل لنادي الزمالك. مذله. انا شفت مذله الزمالك امبارح في الكرة بصراحه، يعني فشل اداري، فشل في لعيبه الكوره والصفقات اللي جايبينها. والله ما يلعبوا في مركز شباب مغاغه. عايز اقول لك يا اخو حسام، امبارح جمهور نادي الزمالك من الدقيقة الأولى غضبان يا حاج اشرف، غضبان وبيشتم في لعيبة النادي الزمالك ومطلع ان 0 بطولات السنة دي. يا حاج اشرف غضبان على الفرقه. بقول لك ايه، والله خساره ان في حد يروح يتفرج على اللعيبه دي. لا خسارة، هو حتى الجمهور امبارح ما كانش بالعدد الكافي يعني، لأن فعلا النتيجة يعني الأهلي خرج من البطولة، انسحب من البطولة، ساب لكم البطولة. ماشي يا عم اشرف، البطوله السادسه الموسم ده يا عم اشرف، حاجة صعبة. هنروح فين ونيجي منين تاني؟ وربنا يكون في عون جماهير نادي الزمالك. عايز اقول لك ان بيراميدز برضو اصلا ودع البطوله امبارح بخروجه بالخساره من انبي 6-5 بضربات الجزاء بعد ما انتهت المباراه 1-1. يعني بيراميدز والزمالك سابوا البطوله. انا عايز اقول لك على حاجه، انا سمعت ويقال كميه استقالات مهوله في اداره نادي الزمالك. وايه اللي هيفيد؟ 12 لعيبه يتسرحوا ببلاش يا عم اشرف. ايه اللي هيفيد؟ اما انا خسرت يا عم اشرف. هتجيب مين؟ السكواد اللعيبه اللي في مصر النهارده ما يفرقوش كتير عن اللعيبه دي. لا دول اسوأ لعيبه في مصر. اللي اختارهم بقى منه لله. اللي اختارهم انا ما اعرفش مين اللي جابهم، منه لله. اللي اختارهم فعلا. اللي جاب لي نضاي وجاب لي عمر جابر وجاب لي الزناري وجاب لي كل سامسون. يا عم اشرف، لك ان تتخيل ان سامسون سعره بسعر فرقه البنك الاهلي باكمله. لعيب احنا حزن يا حاج اشرف. لا فعلا معاك حق، وانا فعلا ربنا يكون في عون جماهير نادي الزمالك. زي ما قالها امبارح طارق يحيى في قناه نادي الزمالك امبارح، قال لله الامر من قبل ومن بعد. هقول لك على حاجه يا عم اشرف، كل دي تفاريح كدابه. قناه الزمالك دي كلهم عم يطلعوا يكذبوا. احنا عايزين نقول الحقيقه، صفقات فاشله. انا قلت يا عم اشرف وقلنا الكلام ده في قناتك، احنا كنا ماشيين كويس في الموسمين اللي فاتوا، خدنا بطولاتنا بالناشئين. ايه اللي عكرف وايه اللي عك الدنيا كلها يا عم اشرف؟ اقول لك اللي عك الدنيا ايه؟ مشيان طارق حامد ومشيان اشرف بن شرقي، فرق كتير في نادي الزمالك، وانت ما عوضتش البديل اللي هو حتى نصهم. يا عم اشرف انا قلت لما اجيب صفقات اجيبه صف تاني ورا الناشئين اللي انا خدت بيهم البطوله. ايه اللي يخليني انا، هو انا يعني فلحوص اقول انا جبت 13 صفقه ولا 15 صفقه عشان اغيظ نادي الاهلي؟ لا ولا فيهم واحد نجم حتى، ولا فيهم واحد يصلح عشان نبقى صراحه. عشان نبقى ومين احمد عبد المقصود المدرب؟ يا ابوي ما مشي، اجيبه تاني ورجع تاني. مين اللي مشاه؟ يعني انا الاداره. وفريرا قال انا مش عايزه ورجعوه تاني. اقول لك على حاجه، ما تلومش على فريرا يا عم اشرف. فريرا مظلوم في نادي الزمالك. ايوه عشان نبقى بسبب الاداره والجهاز المعاون اللي قاعد مع الاداره طبعا، مع الجهاز الفني. صح. انت لما تجيب لي جهاز معاون غصب عني، طب انا ازاي همشي الدنيا؟ لا مذله. لا والله يا شيخ مذله. اذا كان احمد عبد المقصود مع احترامنا للاسماء، وحسين ياسر المحمدي واسماعيل يوسف مع احترامنا. حاج اشرف انت كلمتني من كام حلقه فاتت، قلت لك كلمه على اداره نادي الزمالك، الجهاز ده كله بالكامل شكرا للتحيه، واجيب جهاز جديد يا عم اشرف، اجهز من جديد على نظافه. جهاز اجنبي اجهز الموسم ده ايا كان. هقول لك ليه. جهاز مصري لا يا عم حسام.
عشان نبقى صراحة، الجهاز المصري هيخاف من الإدارة ومش هيقول على كل حاجة، إنما الجهاز الأجنبي لا هيهمه إدارة ولا هيهمه أي حاجة. اتفق معاك على هذا الكلام يا عشان حاج نبقى أشرف. دغري. جهاز اجنبي من بدايه، من دلوقتي. خلاص احنا كده مش هنبقى خلاص خلاص ما اشرف كل حاجة. عليه العوض ومنه العوض يا عم اشرف. انتوا فاضل تخرجوا من البطولة العربية يا ابوي وايه اللي مدخلنا نخش نتفضح؟ هنتبهدل. يعني ده منظر يعني يا اداره نادي الزمالك، انتوا مدخلين الزمالك البطوله العربيه، انتوا عايزين تفضحونا قصاد الوطن العربي. هيلعبوا رونالدو، ايه يا عم اشرف؟ كريستيانو. استغفر الله العظيم. لك الله يا جمهور الزمالك، ربنا يكون لك في عون. الله يا جمهور الزمالك. ربنا يكون في عون جماهير نادي الزمالك، والزمالك برضو عشان نقول كلمة الحق يمرض ولا يموت. لا مات يا عم اشرف. لا يحيينا ويحييك ربنا على ما يحيى يا عم اشرف. الفرق الكبيرة لازم تعود بسرعة وتقوم بسرعة وتبقى كويس. بس مش باللعيبه دي يا حاج اشرف. انا معاك ان السكواد ده ضعيف. مش باللعيبه دي يا عم اشرف، يا عم اشرف اللعيبه دي لا تصلح ان هي ترتدي فانلة نادي الزمالك، والله العظيم بقولها كلمه صحيحه. انا معاك. ايه يا جدعان؟ هي في ناس ده احنا يا جدعان لعبنا كوره وفاهمين. اخرجك من الحزن بقى. نخرج من الحزن شويه. ماشي يا عم اشرف. المغرب تفوز على البرازيل 2-1 بعد اداء جيد ورائع جوه المغرب. فرحه وسط جماهير شرف. المغرب. شرف يا عم اشرف. البرازيل بكامل نجومها. شرف يا عم اشرف. فرحه. ده بيرجع بقى لايه يا عم حسام؟ للادارات والاتحادات المغربيه في تنظيم جيد في الكره المغربيه. يا حاج اشرف المغرب بيجهز حاله من سنين فاتت. صراحه جهز للجيل ده صراحة. اللي خد رابع كاس عالم صراحه. يا مستر فيتوريا، يا ترى هتجيب لنا الامجاد لمنتخب مصر والبطولات ولا لا؟ انا عن نفسي لما تيجي تسالوني عنك الى الان ما شفتلكش اختبار. عايز اشيد بفوزي لبجح، صراحه عامل شغل في المغرب وبيدير الكره المغربيه بجمال وروعه، وكل حتى الركراكي المدرب بتاع المغرب حاجه شاب صغير بس حاجه فوق الخيال. نرفع لهم القبعه. شرفونا صراحه، شرفونا وشرفوا الوطن العربي والكره الافريقيه. مكسبك لمنتخب البرازيل اكدت ان في فرق منتخبات قويه في افريقيا يا حاج اشرف. ومكسبه بيدل ان احنا لما وصلنا للمركز الرابع في كاس العالم ما كانش صدفه، لا كان حاجه متخطط لها. لا 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 تعب سنين فاتت. عايزين نقول عندنا مباراه بكره منتخب مصر مع ملاوي. طبعا المجموعه دلوقتي منتخب مصر 6 بناط، وعندنا برضو غينيا 6 بونت، وملاوي واثيوبيا 3 بونت. شايف المباراه دي ازاي؟ لا بديل عن المكسب. مباراه سهله برضه. انا شايفها لا بديل عن المكسب. انا يا عم اشرف مش هاجي اخش في حوارات في التصفيات المؤهله لبطوله افريقيا. ده انا كنت بالشوكه والسكينه باخدشها. انا عايز اقول لك ان المباراه سهله اكسبها باي فريق. مين يا ابوي ملاوي ومين يا عم اشرف؟ يا دي فرقه المفروض نقارن نفسنا، معلش مع احترامي. والله كلهم بياكلوا عيش. كلهم بياكلوا عيش. شايف ايه في مباراه نادي الاهلي؟ برضو مش عايزين ننسى نتكلم عن النادي الاهلي ومباراه الهلال. قلتها من قبل يا حاج اشرف، لا تراجع ولا استسلام. الهلال مش فريسه. الهلال فريق قوي. اسمع كلامي، الماتش هيبقى قوي، في مشاكل، في شحنات. اسمعني، الاعلام شاحن المباراه يا حاج اشرف شحنه كبيره، بس على اداره نادي الاهلي بتركيز، والمكسب جاي والخروج والاعتذار عن كاس الرابطه. انا شايف ان حاجه كويسه. طبعا كويس. حتى اللي ما اعتذرش ما بيخسر، اهو الزمالك خسر وبيراميدز خسر. بفضيحه. بفضيحه. احنا كده احسن لنا نخرج ونريح لعبتنا ونستعد للمباراه القويه. ان شاء الله. ان شاء الله المباراه دي ايه؟ ان شاء الله الاهلي هيكسب. توقعات مش تمنيات. باذن الله الاهلي هيكسب. اقول لك على حاجه، اقولها كلمه واقول لقناتك، الاهلي هياخد بطوله افريقيا. لو عدى المباراه دي هياخد بطوله افريقيا. انا معاك. انا بقول لك الاهلي هياخد بطوله افريقيا، وانا بقولها كلمه من دلوقتي، وانتظرونا. وانا معاك في هذا الموضوع. لو عدى المباراه دي ما تنسوش عشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.